السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل شوية اكل تقليدي كده سهل وبسيط ولذيذ. هنا بقى كنت معايا بصلاية صغيرة كده، هبتدي ان انا احمر فيها واشوح فيها كده زي ما انتم شايفين لحد لما تاخد اللون الجميل ده معانا. كنت ضاربة يعني الطماطم، وكنت مجهزاها من قبلها وكده عشان تبقى جاهزة معايا. هنا بقى كنت خلاص الوقت المناسب ان انا اضيف ايه الطماطم. التسبيكة دي هنعمل معاكم كده شوية بسلة، انما ايه حاجة حلوة خالص. هنا بقى بسم الله ما شاء الله كانت خلصت التخديعة، اتسبكت معايا وكانت جاهزة ان انا اسقط فيها البسلة. هنا خلاص بقى كنت سقطت البسلة، كانت بسم الله ما شاء الله كانت حلوة قوي. هسيبها بقى تغلي غلوتين وبعد كده ايه هتستوي بقى مع نفسها. هنا بقى كمان معايا بصلتين كبار كنت مقطعاهم حتت صغيره كده، وبعد كده حطيتهم في الصينيه وكده. هبتدي ان انا اشوحها. البصله ديت لتعصيج يعني اللحمه المفرومه وكده. هبتدي بقى ان انا اشوحها كده لحد لما تدبل معايا حبة صغيرين، وبعد كده مقطعة 4 قرون فلفل، 2 احمر و2 اخضر. وهبتدي ان انا اضيفهم على البصلة، وابتدي ان انا اشوحهم كده مع بعض. وبعد كده بقى هضيف عليهم اللحمة المفرومة الجميلة بتاعتنا اللي هي بمقدار كيلو ونص او كيلو وربع. هنا بقى كنت خلاص ضفت اللحمة المفرومة، وهبتدي بقى ان انا اشوحها مع البصل والفلفل لحد لما تتشوح خالص وتبقى يعني ايه دخلت في مرحلة السوا. هنا بقى يا حبيبي هسيبها بقى ايه تستوي مع بعضها، وبعد كده هجهز الرق اللي احنا هنعمله مع بعض. معايا بقى علبتين رقاق من اللي في العلب اللي هو البلدي ده. الرقاق ده بصراحة اول مرة ان انا اجيبه يعني واجربه. كان طعمه تحفة جدا بسم الله ما شاء الله، كان حلو قوي احسن من اللي هو الجلاش. معايا كمان بقى الشوربة اللي هي بتاعت اللحمة، ومعايا كمان نص كيلو من الزبدة، وعليها كمان سمنة. هبتدي بقى ان انا ايه احط شويه كده في القعر كده، وبعد كده بقى هبتدي ان انا ايه اغرق الرقاق ده بالشوربه كده زي ما انتم شايفينه في الصوره. وبعد كده بقى هبتدي ان انا ارصه طبقه فوق طبقه في قلب الصينيه وكده لحد لما الكميه كلها تخلص معايا. بصراحه الرقاق ده طلع احلى بكتير من الجلاش وكده، وبرده اسهل يعني ما تستصعبيش تقولي لا ده تاني سهل وكده. لا ده بصراحه هتاخدي منه طعم وشكل وحلاوة وحاجة كده. بصي مش هتنسيها يعني مش هتبطلي تعمليها. هو ده فعلا الرقاق. هبتدي بقى ان انا خلاص خلصت الطبقة الاولانية اهو، وهبتدي بقى ان انا افرد معايا اللحمة المفرومة. العلبتين دول اتعملوا معايا يعني بالظبط كده صينيتين. هبتدي بقى ان انا اوزع اللحمه المفرومه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا ارص الطبقه التانية بقى فوق اللحمه المفرومه وكده. انا بحط طبقه فوق طبقه، وبعد كده بحط ما بينهم سمنه. هنا بقى كان الشكل النهائي بتاع الرقاق بتاعنا الجميل زي ما انتوا شايفين كده. كان حاجه ايه بسم الله ما شاء الله، يعني ما كنتش اتوقع ان هو طعمه هيبقى حلو قوي كده. هدخله بقى الفرن يستوي كده ويترندج مع نفسه، وبعد كده هطلعه احط عليه كوبايه لبن، وبعد كده هدخله تاني. كنا طبعا حاطين رز بقى جنب البسله وجايبين لحمه، وكنا مظبطين الدنيا ايه يوميها وكده بسم الله ما شاء الله. لو وصلتوا لحد هنا كان هنا بقى حبايبي الشكل النهائي بتاع ايه الراق كده بعد ما طلع من الفرن. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تتابعوني وما تنسوش الاشتراك في القناه يا حبايبي. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.